السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايلكم بيوم جديد وفيديو جديد. فيديو النهارده بقى يا جماعة مختلف جدا. هنطلع بقى من اطار الاكل والطبخ ومش عارفه احنا النهارده بقى نعمل كده حاجة سهلة وسريعة وفي نفس الوقت يعني يكون حاجة مسكرة كده ناكلها واحنا قاعدين بالليل. اول حاجة بقى معايا كيلو دقيق، هنخلق نخلة كويسة. طبعا يا جماعة كل الناس بتحب اصلا الحاجة دي. خمنوا كده في تلاتة احنا هنعمل ايه النهارده. هنعمل اسهل حاجة في الدنيا بتبقى جميلة، بلبن، بسكر، بعسل، بمكسرات. طبعا انت عرفتها ايه النهاردة هنعمل. هنقول ولا ما نقولش؟ هنعمل كسكسي. دي الفيديو، مش انا الفيديو بتاع اول امبارح قلت لكم ان انا اول امبارح الفيديو بتاع اول امبارح ان انا قلت لكم هعمل لكم حاجة حلوة. انا جربتها بس انا هعملها لكم تاني. انا بقى عملتها وجربت لها معايا حلو جدا. وقلت بقى النهارده هعمل لكم ايه؟ الكسكسي. بصي يا جماعة، بصي يعني هو مقاديره سهلة جدا، موجودة في أي بيت. يعني بصي مش عارفة يعني كل حاجاتها موجودة في البيت. بس هتعملي أحلى كسكسي بدل ما نشتريه من بره. طبعا انتوا عارفين سعره بره ايه وبكام. هنا بقى حطيت ملح. ودي أول ايه من هذا فيه 3 تركات. لسه أول تركة جاية اهي. حطينا ملح. نرجع، طبعا الملح لازم أساسي. هنا بقى هنحط ايه؟ نحط ايه؟ فكروا كده معايا. هنحط نص معلقة بيكنج باودر. دي بقى هتخلي كده معاكي الكسكسي مش مكتوم كده وتلاقيه مفلفل وجميل وتنفشه. نقلب بقى كده. ماشي. معايا بقى كوباية مية. بس هزود برضو كمية تاني. طبعا نرش ونقلب. نرش ونقلب. زي ما انتم شايفين كده. نبص يعني طبعا ربنا مدينا ايدين نعمل بايد ونعجن بايد. يعني نرش بايد ونعجن بايد. نرش ونقلب، نرش ونقلب. طبعا مش عايزة تنسي اللايك والشير والكومنت بتاعك الحلو واشترك في القناة عشان يوصل لك كل جديد مني. عشان ان شاء الله نكون اكبر عيلة على اليوتيوب. ووجودك كالعادة فوق راسي. بس كده اهو زي ما انتم شايفين. رش ونقلب، نرش ونقلب، نرش ونقلب. ونبس كده ايه عشان يطلع معايا تحفة جدا. وهتشوفوا النتيجة. وهنعملها بحاجة. ولا انا طبعا انتوا عارفين مش عندي كبة. انا بقى اقولكم هنعملها بايه بقى. بصوا لو انتي ما عندكيش الا هو الخلاط بس هتعملي بيه. نعمل بحاجة جميلة جدا. انتوا عارفين بقى مطحنة الفلفل الاسود او السكر البودرة هنعملها فيها. ولا اي حاجة يا جماعة. مش انتي ما عندكيش مثلا كبة وما عندكيش امكانيات، لا ما تعمليش، لا تعملي كل حاجة نفسك فيها. وانا النهارده عامله لكم الفيديو عشان تعرفي ان انا ممكن ما يكونش عندي امكانيات. بس ممكن اعمل احلى حاجه واحلى حاجه طول ما انتي ناصحه وبتعرفي. يعني تعرفي دماغك حلو وتعرفي تشوفي تعملي ايه وتعمليش ايه. ان شاء الله تعمليه ويبقى زي الفل معاكي. وهوريكي النهارده النتيجه قدام عينك. اهو هنعجن بقى كده. غالبا خلصت كوبايه الميه. وبقى نبدا بقى كده نبس. عشان ايه؟ ما يلزقش منك. او بس احنا يا جماعه عايزينه ايه؟ يعني ايه هو بس كوبايه الميه. ونشوف بقى نعمل ايه تاني في الكبه الصغننه بتاعتنا. هنسميها الكبه النينجا. عشان هي النهارده عملت لنا كيلو كسكسي. وان شاء الله برضو مرة تانية بعمل لكم بس اعمل بقى كمية. يعني مثلا اعمل 3 كيلو 4 كيلو ونشوف في الفريزر. فاهمين؟ لسه كوباية المية مخلصتش. نفضل بقى نعمل زي ما انتم شايفين كده. نعجن ونبس، نعجن ونبس، نعجن ونبس. بس كده. كده تقريبا خلصنا بقى المية. هنا بقى معايا حلة. دي بقى ايه يعني هنا بقى معانا تركتين. تركتين ان شاء الله يعجبكم جدا. نحط حلة على النار. طبعا تقولي انا ما عنديش حلة القدوسية. وانا كمان ما عنديش حلة القدوسية او الكسكسي. نعمل في حلة عادية. ولا يهمنا. طول ما نفسنا في حاجة نعملها هنعملها على فكرة يا جماعة. هنا بقى ايه حطيت بقى. كنت تقريبا بملي مية من الحنفية. لسه مولعتش النور. هنولع بقى النور. حطيت بقى مية. اول تركاية خل. شوية خل. تاني تركاية ملح. بس كده. يعني خل وملح. زودت برضك مية وايه غطي عليها. سيبها بقى عبال ما اعمل الكسكسي كأن هي غلت. يعني قبل ما اعمله في المطحنة. هنا بقى كنت جايبه معاكم الخلاط. وهي بقى دي النينجا بتاعتنا النهارده. يعني بصي دي ملكة الفيديو النهارده.
جبت اهي الجميله دي، الكبه الصغننه، نسميها كبه على فكره عشان هي كبه فعلا. البتاعه بتاعتنا الصغننه دي، ونقعد بقى نحط فيها كده كسكسي. بس هي بقى ايه، ضربه واقفل والضربه التانية. بس زي ما انتم شايفين كده، بس انا ضربت ضربه وقفلت وضربت ضربه تاني. بصوا بقى. طبعا بقى انا كنت جايبه طبعا طبق كده سلستين، وعماله ايه يعني، اعمل واحط فيه، اعمل واحط فيه. بعد كده هوريكم انا عملت كميه قد ايه، زي ما انتم شايفين كده. طبعا صلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس كده عمالة اهو نضرب ونعمل اهو، ونكب ونحط تاني، ونضرب ونكب ونحط تاني. بص بقى هنا كنت قربت اخلص الكمية. بص انا بكب وبوريكم. بص انا عمالة اعمل فيه وانزل. بص بجمع، هوريكم بقى هنا حاجة حلوة جدا، تركة. لو انتي كده مسكتي الكسكسي في ايدك ولقيتيه مثلا وعملتيه، انا هوريكم، هو انا عاملاها في فيديو، مش عارفه ما جاتش ليه. انا عاملاها لكم في فيديو. بص هو نضرب برضو، كنت لسه ما خلصتش الكميه كلها. بسم الله ما شاء الله، كانت كميه كبيره. بصي، واي حاجه مثلا مكلكعه تفرديها كده بايدك ولا اي حاجه. وبس كده. هوريكم بقى كده الكسكسي، هقرب لكم التصوير ونشوف بقى نعمل ايه. برضو عاملين نضرب نضرب نضرب. طبعا لو انت مثلا عندك كبه فهيبقى بالنسبه لك اسهل، عشان البتاع بتاعت الصغنونه، فايه باخد حبه حبه. فاهمين قصدي يا جماعه؟ بس كده. يعني انت لو عندك مثلا بتاع كبيره فهتاخدي كميه، انا بقى لا يعني الحمد لله، فبعمل حبه حبه عشان كده، بس خدوا معايا وقت. طبعا قلت اوريكم عشان ما تقولوش ايه بتضحك علينا وبتعمل بحاجه تانية وهي ما عندهاش، وطلعت معاها ازاي حلوه كده. والله يا جماعه هو قدامكم وانا بطحن واحط في الطبق. بس هي طبعا ايه، الميه تغلي وبس كده. عمالين نضرب نضرب نضرب. وبصراحة يا جماعة يعني خد مني حوالي ساعتين ساعتين، اه، عشان انا كنت بقى قعده، يعني حابة اختار كده. يعني خد مني عبال ما خلصته، خد ساعتين. بس والله العظيم يا جماعة بدل ما نشتريه من برا واوفر. يعني احنا هنا عندنا كيلو ب30 جنيه تقريبا، 30 والله. هو ما كلفنيش كله ايه، 20 جنيه. كيلو دي ب18 بس. وجبت مثلا، قولي ستي جبتي كيس ملح، جبتي كيس بيكنج باودر. بص بقى هنا بوريكم بقى اهو. بصي يا جماعة. زي بص زي دقيق البسيسة، او دقيق اللي قصدي السمين. بس يعني تعمليه كده تكبشيه في بعض، تلاقيه مثلا بعجينه تيجي تعملي كده يتفرد منك وكده، هو يبقى معاكي زي الفل. يعني انت تيجي تعملي تلاقيه عامل زي العجينه، تروحي عاملاه كده بايدك تلاقيه بقى فرد، يبقى ده يعني كده مش بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كده نجح معاكي. جبت بقى هنا حته قماشه، فلنة دي على فكره، يعني ما يكونش ايه لون قطن، وما يكونش فيها زهره او اي حاجه. حط بقى هقول دي الكسكسي. بصي نفرد فيه كده، واي حاجه مكلكعه بس من هو على بعضه. بصي بقى الحركه دي بقى، بصي يا جماعه، بصي يا جماعه يلا. قلت بقى اعمل لكم حركه زي بتوع الناس اللي بيعملوا الناس دي. بصوا، ياه. لو عجبتكم بقولوا لي. بصي بقى كنت دي بقى اول مره، كنت ايه دي قعدته ساعه الا ربع. قعدي يا جماعه ساعه الا ربع عشان ما يبقاش ني معاكي. ماشي. قعدنا ومن بقى ايه نفك كده فيه طبعا اوعي اوعي تعملي بايدك هتتهري. طبعا ده بقوله ساعة الا ربع على البوتاجاز. فاهمين يعني ايه ساعة الا ربع؟ بس هتقولي ده يا لهوي ده باظ منها، لا ما بس ولا عمره هيبوظ. جيب نص كوباية مية ونرشرشها عليه، ونطحنه تاني في الكبة. مش هطول عليكم، طحنته تاني في الكبة واهو طلع معايا ايه، زي الفل. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طبعا حطيته تاني على النار وهغطيه زي ما انتم شايفين كده، واغطيه بغطا الحلة وبس كده. هنا بقى كان خلاص بقى استوى بقى، هنطلعه وكون مسيحة سمنة بلدي. بس بقى انا على فكرة هنا لما تقولوا ايه ده انت غيرتي القماشة، غيرت القماشة عشان كانت تقيلة قوي. ماما قالت لي لا غيري القماشة دي، قمت مغيرها وحطيت قماشة غيرها. بصوا بقى يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، طلعته اهو ولا مكلكع
ولا ماسك في بعضه ولا ملزق. بسم الله ما شاء الله، مفلفل وجميل وتحفة ويستاهل بقكم. فطلعته كله من القماشة زي ما انتوا شايفين كده، ونقلب بقى اهو. بقى بصوا اهو يا جماعه، اهو مفهوش اي حاجه. عايزاه تضربيه تاني في الكبه ماشي براحتك، وتحطيه تاني على النار ماشي. انا استكفيت بكده. في ناس بتعمله في الكبه تاني وتحطه تاني على النار. انتي وايه براحتك. طبعا هنا كنت سيحت السمنه، حطيت بقى سمنه بلدي، ونقلب بقى كده زي ما انتوا شايفين. طبعا عايزاكي تعملي لايك لاحلى كسكسي ده، وجربيه يا جماعه. ده الكسكسي المصري، عشان ما فيش حد يقول ده مش ده كسكسي، لا ده الكسكسي المصري. ملناش دعوه بالكسكسي طبعا بتاع حبايبنا اللي في المغرب. ده الكسكسي المصري بتاعنا احنا بنعمله. بس كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وطريقه الكسكسي دي عجبتكم، وبحبكم في الله. واسيبكم بقى كده مع الكسكسي، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهتوحشوني جدا جدا من لغايه الفيديو بتاع